عليكم ورحمة الله وبركاته. كان نفسي اطلع معاكم بس مباشر، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. النت جميل جدا فمش راضي يلقط الصراحة. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن التوافق والتكافؤ بين الزوجين، طبعا في الاختيار عموما، يعني في الاول خالص. طبعا الموضوع ده مهم جدا واتسالت فيه كتير. التكافؤ والتوافق دول عاملين زي بمعنى صح تقارب الزوجين. التقارب ده بمعنى صح بيخليهم متقاربين في القلب والروح والعقل. طبعا بيوفر عليهم مساحات كتير من التفاهم، بينشئ بينهم تواصل او اتصال سليم. في ناس كتير او معظم الحبيبه في الايام دي او السن الصغير فاكرين ان هما بالحب يقدروا يعدوا الحدود دي، حدود التكافؤ والتوافق، الحدود العمريه والاجتماعيه والدينيه والثقافيه. الحدود دي كلهم باعتقادهم ان الحب كفيل ان هو يعدي الحدود دي كلها. بس طبعا بعد ما بيعدوا المنطقه بتاعه الحب وتلاقي الحراره الحب هديت كده وانطفيت والحراره رجعت زي ما كانت 37، هتلاقي بقى الحدود دي بدات تظهر، بدات هما يتفاجئوا ان هما اساسا مش متوافقين سوا او الفكر نفسه مش سوا. تمام يا جماعه؟ طيب خلينا نتكلم. ان بيقول في دراسات اثبتت ان كل ما التكافؤ اكبر بين الطرفين، كل ما كانت العلاقه نفسها في المستقبل بتبقى انجح. يعني كل ما كان التوافق والتكافؤ بين شريك حياتي وشريكة حياتي، كل ما كان بمعنى صح نجاحك في العلاقة بشكل، يعني بمعنى صح، أسرع وأكفأ. تمام. طب في حاجات طبعا لكل دراسة فيها شواذ. طيب في فرق بين التوافق والتطابق. التطابق يبقى كل شريك حياتي شبهي بالظبط في الصفات والعادات. اما التوافق بيبقى فيه اختلاف وكل واحد متقبل اختلاف التاني وبيبدأ يتعامل على اختلافه، وزي ما انا قلت بالحلقات السابقة، كل واحد بيعرف هو بيحب ايه وبيكره ايه وبيتجنب اللي بيكرهه وبيعمل اللي بيحبه، فتلاقي نفسه اندمجوا مع بعض. طبعا مش حد بيوصل للمرحلة دي او مرحلة ان هو فعلا يبدأ يحب الاختلاف اللي بينه وبين شريكه ويكملوا بعض، غير اللي انا بسميهم المحبين المخلصين. تمام. طبعا ده بيظهروا قوي بعد الجواز، بيبدأ فعلا يكون فعلا هو على قدر كافي من التفاهم والتوافق بين شريك حياته كاختلاف، فهو متقبل اختلافه جدا. تمام. ندخل بقى على المرحلة التانية. يعني المرحلة دي احنا قلناها مش بيوصل ليها غير العشاق المخلصين او المحبين المخلصين. ندخل بقى على المرحلة التانية. ندخل بقى على التوافق او اسس التوافق نفسها. اول حاجة التوافق السني. طبعا في ناس كتير بتقول لي هل يعني موضوع ان انا لازم يكون زوجي او شريك حياتي اكبر مني بسنوات كبيرة عشان يبقى نضج؟ طبعا موضوع السن ده يا جماعة مش موضوع ثابت. يعني ممكن تلاقي راجل عنده 30 سنة وما عندوش اي خبرة في الحياة، ممكن تلاقي شاب عنده 25 سنة وعنده خبرة كبيرة جدا في الحياة، ممكن تلاقي العكس وممكن تلاقيها مظبوطة. فالموضوع ده بيتكشف نفسه عن طريق المواقف وعن طريق كلام الشاب معاكي، ونفس الكلام ليك انت كخطيبتك اللي هتختارها، برضو دماغها بتكشف شخصيتها وبتكشف ثقافتها. طب التوافق السني ده طبعا في علاقة او مثلا عبارة عن 3 حاجات: الزوجة الام، والزوجة الصديقة، والزوجة الابنة. ونفس النظام الحاجة على الأزواج. يعني ماشي، أنا هتكلم دلوقتي بصيغة كراجل يعني أو بصيغة الرجال علشان انتي تبقي تفهميها بصيغة النساء. الزوجة الأم دي بتقوم بدور الرعاية والحماية والاحتواء، بتبقى أكبر من الزوج بسنوات كتيرة، ممكن أقل حاجة 5 سنين. طبعا هو بيختارها على اساس ان هو تقريبا هتلاقيه فقد امه او فقد حنان امه او فبيختار شريك حياته في الحته دي اللي يعوضه عن الحته دي. تمام. الزوجه الصديقه دي تقريبا بتبقى مقاربه منه في السن او اكبر منه او هو اكبر منها بسنه، فرق بينهم بسيط جدا. ده طبعا بيتعامل معاها كصديقه. تمام. يعني صديقته اللي بتشاركه في كل حاجه، اللي بتروح معاه في كل حته، صاحب بقى، هو بيتعامل معاها كصاحب بالظبط كصديقته. طبعا برضو نفس النظام، كل واحد بيختار اللي على ايه اللي يناسبه. الزوجه الاخيره هو الزوجه الابنه. طبعا ده بيبقى هو الفرق بينهم كبير، يعني ممكن ما يقارب ل10 سنين واكتر كمان. ده طبعا بيتعامل معاها كأب، بيدللها ويضحك معاها ويلعب ومش عارف ايه، بيتعامل معاها كدور الطفله بالظبط. كلام طبعا معكوس على ايه؟ على البنت. في الزوج اللي هو الزوج الاب، والزوج الصديق، والزوج الايه الابن، نفس النظام. تمام. فطبعا واحد هيسالني او واحده هتسالني طب انا اختار ايه او ايه النمط المثالي؟ يا باشا، انتي وهو النمط المثالي على حسب احتياجك انتي. شوفي انتي محتاجه ايه او انتي محتاجه ايه كشريك حياه. هل زوج اللي هو الاب او الزوج الصديق او زوج الابن؟ شوفي انت محتاجه ايه، الفتره اللي انت محتاجاها ايه، وبرضو على اساس اللي بيتقدموا لك شوفي انت دماغتهم ايه، خبرتهم في الحياه ايه، وعن طريقه تقدري تختاري التوافق السني. طبعا نضيف حاجه ان الرسول عدى بالموضوع ده. الرسول في اول الدعوه كان محتاج بمعنى صح الام،
كان محتاج السيدة خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، فاختار اللي هي أكبر منه كسن عشان تعرف تحتويه وتعرف تقف جنبه. وبعد كده لما نزل على الصديقة، أو اختار المرأة الصديقة زي ستنا عائشة وستنا حفصة. تمام يا جماعة؟ ندخل بقى على التوافق الديني. الوقت الشخص اللي انت هتختاريه أو البنت اللي انت هتختارها على الأقل لازم تكون نسبة التفاوت في الدين يعني الى حد ما متقاربه، عشان ما يحصلش مشاكل بعد كده. يعني ما ينفعش انت واحد ملتزم تروح تقول انا هغير بنت لابسه مثلا ميني جيب وكده، ولا انا هرتبط بدي واغيرها. طب ما هو دي انت ممكن تلاقي مشاكل كبيره جدا في الموضوع ده. يعني انت لازم على الاقل يعني بمعنى صح تتوافق، او الحته دي، او انت على الاقل نفس النظام تشوف الشخص اللي متوافق معاكي في الحته دي ان هو يبقى اقل منك او اعلى درجه في الالتزام، بحيث ان يبقى في توافق في الايه، في الدين، عشان ما يحصلش مشاكل بعد كده. ندخل بقى على التوافق بمعنى صح الثقافي. طبعا الموضوع ده شامل الموضوع التعليمي برضو، الجانب التعليمي. زي ما قلنا ان انا برضو ما ينفعش اكون دكتور واروح اخد واحدة غير متعلمة بالمرة، او نفس النظام دكتورة وتاخد واحد غير متعلم من بره. الفجوة الثقافية كبيرة جدا يا جماعة. تربية الاولاد والحوار والتفاهم بين الاتنين والدماغ والرؤية بعد كده والنظرة، فالفجوه كبيره. ممكن واحد يكون تعليم متوسط ياخد تعليم عادي، ونفس النظام واحده تعليم متوسط تاخد تعليم عادي. الفجوه نفسها صغيره، بحيث ان الشخص نفسه خلال خبرته في الحياه هيبدا ايه، يعوض بمعنى صح، او هيبدا يبقى فيه خبره وحوار بعد كده في الحياه. نظرته نفسها، التواصل نفسه هيكون معنى صح معاكي في الجيل اللي انت عايشه فيه. ده بالنسبه للتوافق الثقافي. لازم تختاروا حد متوافق معاكم ثقافيا، وده بيظهر في المقابله الشرعيه عن طريق الاسئله اللي كل واحد بيسالها للتاني ويشوف دماغ التاني. ندخل على التوافق الاجتماعي. التوافق الاجتماعي ده هو احنا قلنا قبل كده ان الجواز مش جواز اتنين بيتجوزوا بعض بس، لا ده جواز عيلتين برضو. تمام؟ فكل واحد يختار، او معنى صح يشوف هل العيله اللي هيدخل فيها دي هل هو متوافق معاها في العادات والتقاليد، هل هو متوافق معاها عامه، هيقبل بالعيله دي والحاله العامه اللي هي عايشه فيها ولا لا. دي بالنسبه للتوافق الاجتماعي. يعتبر التوافق اللي جاي ده يمكن نقطة خلاف بيني وبين ناس كتير جدا، وهو التوافق المادي. انا بالنسبة وجهة نظري ان مش شرط خالص يعني موضوع المادي او المال اللي احنا نحسبه خالص، لان طبعا في الاخر العاطي هو الله. يعني لو جالك واحد لسه بادئ حياته، ايه المشكلة ما تقفي جنبه مادام شفتي فيه صلاح وشفتي فيه ان الشخص ده يعتمد عليه؟ ايه المشكله لما تعينيه؟ فالموضوع المال ده او موضوع الغني والفقير وده كله، يعني اللي قادر يهدي هو اللي قادر يعطي. فالموضوع ده بالنسبه لي مش فيه يعني ايه، مش فيه جدال. يعني ايه، مش شرط ان انا اخد غني ياخد غني، فقير ياخد فقيره. فالموضوع ده كده فيه عنصريه. وانا بقول لك ان العاطي هو الله. تمام؟ يعني كل واحد بتعبه ومقدوره وتطوره ومعنى صح محاربته عشان بيوصل. فالموضوع بمعنى صح المال او التوافق المادي مش شرط جدا. لو لقيت الشاب، وانت لو لقيت واحدة كويسة جدا ومستواها عالي، حارق يعني كويسة كخلقيا وشايف بها البنت اللي انت عايزها، شد حيلك ومعنى صح ارسم لنفسك خطة كويسة وابدأ امشي فيها عشان توصل لها وما تيأسش. وانت نفس النظام، لو لقيتي شاب كويس وانت في مستوى عالي، ايه المشكلة لما ترتبطي بيه؟ يعني يمكن يكون ده احسن من الغني اللي هترتبطي بيه وبعد كده تشوفي مصايب منه بمعنى صح. تمام؟ وطبعا حالات هنا كتير جدا. يبقى انت شوفي الشاب وشوفي دماغه شغالة ازاي، وشوفي هو فعلا الاخلاق بتاعته والخلقيات والالتزامات والنظرة والرؤية والمستقبل ماشي ازاي، وعلى اساس كده ابدأي قولي او لا. اخر توافق هو التوافق الشكلي. يعني الى حد ما الاتنين يبقوا قابلين بعض شكليا. تمام؟ مقبولين، يعني كل واحد قبل التاني شكليا، وكل واحد حب التاني شكليا. تمام؟ يمكن انا لخصت التوافق واسس التوافق. يا جماعه الحاجات دي بتبان اكتر في المواقف. حاولوا في فتره الخطوبه تستغلوها، سواء انت او هي. بلاش شغل الدباديب والكلام ومش عارفه ايه الكلام ده، خلوه يعني ذوقوه شويه بعد الجواز وشويه اللي بعد كتب الكتاب، على الاقل يبقى حلال نسبه 100%. خلوا الخطوبه دي هي الاختبارات، هي المواقف. شوف البني ادم وشوف البني ادمه اللي قدامك دي هتعمل ايه، شو هتتصرف ازاي، ردود افعالها ازاي. هل هي اعتماديه بتعتمد على غيرها، هل هو اعتمادي بيعتمد على غيره، هل هي شخصيه، هي ليها مثقفه، طب بتقرا، طب يعني اتفقوا انكم تقروا مثلا في الاسبوع كتابين ولا حاجه وتتناقشوا سوا. اتفقوا شوفوا عقول بعض، يعني بمعنى صح حطوا مواقف تاتش بينك وبينها عشان تشوف هتتصرفوا ازاي. حاولوا بقدر الامكان. المواضيع والمواقف دي بتكشف التوافق والتكافؤ بين الشخصين قوي، بتكشف هل فعلا هيبقى في نسبه حوار بينهم هما الاثنين ولا لا. انا لخصت الموضوع بشكل سريع، ويا رب تكونوا استفدتوا. وشكرا جدا للناس اللي شاركت الفيديو المره اللي فاتت، بشكرهم جدا جدا على تفاعلهم، وشكرا على التعليقات فرحتني جدا جدا جدا. سعيده كنت معاكم، وان شاء الله نشوفكم في فيديو تاني. الا هشام، السلام عليكم.